كرة منطقة حط الكرة يلعب لوحده ينساس وفيها لمسة يد الحكم شو يقول؟ شادوا لمسة اليد، فما لمسة يد واضحة جدا. امام عاشور لحظه لعب زميله للكوره كانت ايده عامله ازاي؟ الايد ممكن ما يحاسبش عليها لو خرجت بره جسمه في اطار الجري او في اطار الحركه العاديه، لكن هو ثابت، وبالتالي خروج الايد ملهوش مبرر خرجها بره جسمك. كمل امام عاشور، الايد خرجت بره الجسم بالمنظر ده، الكوره صدمت بايده. المبرر الوحيد لحكم الفار ما يتدخلش ان الكوره تبقى بره منطقه الجزاء، لكن لمسه اليد كانت جوه منطقه الجزاء، وكانت دي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للترجي. انطلاقه من الترجي خطيره، تمريره تغطيه دفاعيه. اللي لعب في الدوري السعودي مع نادي الباطن، واللاعب طبعا عود له رودريجو لتقاو في خطا للدرجه الرياضي، فماش كلام. اعتقد انه الانذار موجود. نعم. A few moments later. هذاري يتقدم عبد المنعم باقي منطقه، قلت لك تضغط عليه تشيل الكوره وتكلفوا انذار، كلفوا انذار. هذه انذار يا غربال، هذه فيهاش حسابات يا غربال. فماش كلام. ورقه صفراء لعبد المنعم. ينساس ما ظهرش البرازيل اليوم، وخطاه ضد النادي الاهلي وسط الميدان. ضربة جزاء للنادي الاهلي. لو جينا نقول كلمة حق في القرار ده هنلاقي ان العرقلة فعلا مش باينة، ومع التركيز قوي هنلاقي ان مفيش عرقلة اساسا. هو بس ازارو عرف يظبط التوقيت اللي هيقع فيه، وقدر يحرك رجله بشكل يخدع الحكم ويخليه يفتكر ان فعلا ازارو اتشنكل ووقع بعد تدخل الحارس. يعني من الاخر ضربة الجزاء دي غير مستحقة. محمد هاني العرضية القوية تعدى على الشمال، راسية تعدي تصل بيده جابر، وضربة جزاء لصالح النادي الاهلي. لكن لما نراجع اللقطات تاني هنلاقي ان ازارو هو اللي بدأ وضرب المدافع قبل ما يشده جوه ال18، وشوفنا في الكواليس ان ازارو هو اللي قطع التيشيرت لنفسه، ودي لقطة ما عرضهاش مخرج اللقاء، وواضح ان اللي قال ازارو يعمل كده هو كارتيرون، عشان كده شاور على دماغه بعد تسجيل الهدف، لان خطته كده نجحت، وكده يبقى تاني ضربة جزاء للاهلي تكون غير مستحقة. هناك تغطية من لاعب مؤمن زكريا، في تغطية واضحة، وبالتالي قرار الحكم كان خاطئا بشكل كبير. حكم مساعد بطبيعة الحال، وكان هناك فرصة لتسجيل هدف عند الدقيقة 12. عند جانب منتقد أو طرف منتخب جزاء تلعب الكرة، قبل أن تلعب يقوم وليد سليمان بعملية إعاقة واضحة للخنيسية. هنا اللاعب المدافع يقوم بعملية مد الساق، وبالتالي تتم عملية العرقلة. لا وجود لإمكانية، لا منافسة على الكرة حتى تمد الساق باتجاه اللاعب الآخر، وبالتالي هناك ركلة جزاء عند الدقيقة 45 لم يحتسبها الحكم. خطأ طرد لا محل، وهو أجيها يقوم بعملية ركل عنيف. هذه مهاجمة عنيفة ضد المنافس، وبالتالي تسبب له الأذية، فهذا يعتبر تهديد لسلامة المنافس، وبالتالي قرار كان يجب أن يذهب باتجاه قرار الطرد. يحاول جوزيف نيانج، والكرة تمشي من جوزيف خطيرة، يمشي الكاميروني خطيرة جدا. وماذا قرر الحكم؟ ماذا قرر الحكم في هذا الصراع؟ الحكم يقول ضربة مرمى. هنا الكتف في الكتف، جاء قدامه ما فيها شيء في رأيي، وهنا المسك فما مسك نوعا ما على جوزيف نيانج. هنا تشوف الكرة فيها لمسة يد، ما فيش كلام، سامحوني. هنا اهي خلاص وضحت بالنسبه لنا، ادي الايد اهي، وما حدش يقول مش متعمده لان الايد هي اللي راح للكوره، التعامل موجود. اذا الهدف الاول ده غير صحيح. هاريسون افول، يدخل هاريسون افول، يمشي النحله، يربح خطا ممكن بينذار. عادل الراعي يعطي البطاقه الصفراء الاولى في الماتش، عاشتها القاهره من خلال سيدنا الحسين. A few moments later. هاريسون افول، يدخل هاريسون وفي خطاب ثاني لحسام عاشور. عنده صفرة حسام، العب بالنار. عاشور كان ممكن يخرج بطاقة حمراء. تمشي الكرة دويلة للرامو، مايكل الرامو يدخل النيجيري، خطيرة جدا وفيها ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء أو لا؟ الحكم يقول ضربة مرمى. الإعاقة من السيد، ما فيش كلام، ضربة جزاء، ما فيش كلام يا راعي، ما فيش كلام. ورقة صفراء مع الأسف هذه المرة لسامح الدربالي الذي لن يلعب مباراة العودة. السيد حمدي اللي يدخل في الشوط الثاني، مهاجم ثاني يلعب به الحسام البدري إلى جانب محمد ناجي جدو. ورقة صفراء، والورقة ضد البلاك ستارز الغاني.